السلام عليكم. تصريح خطير من أبو تريكة يثور غضبا في المنجمة ليلى عبد اللطيف ويضرب ولا يبالي. ليلى عبد اللطيف التي توقعت خسارة النادي الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ويصفع عمرو أديب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي يرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. المنجمة ليلى عبد اللطيف أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب توقعها أن النادي الأهلي سيخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. وتوقعت هذه المنجمة أن الترجي التونسي لن يدخل فيه أهداف، وهو من سيفوز بالنهاية باللقب. فقد دخل على الخط أبو تريكة وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، وقال: أكتر حاجة تزعلني وتغضبني إن في بعض الإعلاميين إن هم يكونوا على ثقافة، المفروض يكونوا على ثقافة عالية من التدين، يروحوا يجيبوا منجمين زي اللي اسمها ليلى عبد اللطيف اللي توقعت إن الأهلي هيخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا قدام الترجي، وقالت إن الأهلي مش هيقدر يجيب جون في الترجي. يا سلام على المفهومية. هي طلعت سابع سما وراحت شافت الوحي وقالت إن الأهلي هيخسر. ده كلام كله كذب ونفاق، ومفيش حد يصدق المنجمون. كذب المنجمون ولو صدفوا. الست دي دجالة ومفيش حد يصدقها، واللي يصدقها يبقى كفر بالله. وعمرو أديب كل سنة يروح يجيب الست ديت وتفضل تقول له 50 توقع. بالصدفة طبيعي يجي منهم توقع صحيح. ما هي بتقول لك 5 فنانين هيموتوا السنة دي وكم سياسة هتقع ومش عارف ايه وحاجات تانية زي كده. طب ما الطبيعي ان كل سنة في فنانين وسياسيين بيموتوا. ايه الجديد يعني؟ عيب عليك يا عمرو يا أديب اما تروح تجيب دجالة وتاكل بعقل الناس حلاوة وتخلي الناس تصدق الدجل ده. انت عايز الناس تكفر بالله؟ أعوذ بالله طبعا. حرام عليك يا شيخ، ده واحدة دجالة في الأول والآخر، والكرة دي رياضة ترفيهية، وبعدين اللي هيبذل جهد كبير في الملعب هو اللي هيكسب في النهاية. لو الأهلي كويس ولاعيبته تمام أكيد بنتوقع إن الأهلي ممكن يفوز، والعكس صحيح لو الترجي نفس الكلام، والأهلي إن شاء الله هو اللي هيفوز بالنهاية. عايزة أقول كمان إن أنا نفسي إنه يكسب، علشان عايز أغيظ صديقي التونسي طارق دياب اللي كل شوية يقول لنا الترجي هيكسب الأهلي، وأقول له: يا عم طارق أنت ما تعرفش الأهلي ولا إيه؟ الظاهر إنك ما تعرفش مين هو الأهلي اللي معلم على كل أندية تونس قبل كده. أنت هتعمل زي الزملكاوية ولا إيه؟ وكمان يقول له: لا احنا لما بناخد بطولة بناخدها بالحلال وبعرق وبجهد ومجهود وبنبذل قصارى جهدنا علشان نخلي جمهورنا فرحان في النهاية. وإن شاء الله الأهلي هو اللي هيكسب، وهفكركم كلكم.